أغرب 7 معجزات في خلق الإبل هتخليك تعرف ليه ربنا أمرنا بالنظر لخلق الإبل. رقم 7. لما تبص لوش الجمل هتلاقي عنده رموش مزدوجة، وده علشان تمنع أكبر قدر ممكن من حبات الرمل أثناء العاصفة الرملية. وحبات الرمل اللي تعدي من الرموش تلاقي قدامها جفن شفاف بيخليه يشوف وهو مغمض. أما مناخيره بقى فبيقدر يتحكم فيها، بيقفلها ويفتحها عادي، وطبعا ده بيساعده إن مفيش حباية رمل تدخل جوه مناخيره. ولو بصيت لودان الجمل هتلاقيها متغطية بالشعر علشان الرمل ما يعرفش يدخل برضه، يعني تحس ان الجمل عنده ماسك طبيعي ربنا خلقهوله على راسه ووشه علشان يحميه من اي حبة رمل. سبحان الله. رقم 6. يشرب من غير ما يموت. بعد عطش طويل الشرب المفاجئ بيقتل اغلب الحيوانات، وطبعا احنا عارفين ان الجمل ممكن يقعد من 7 ل 10 ايام من غير ميه، فلما بيشرب كمية كبيرة بتوصل ل 113 لتر ميه في 10 دقايق بس. والغريب انه ما بيحصلوش حاجة، وده لان خلايا دمه بيضاوية ومرنة غير البني ادمين كروية، فبتستحمل التمدد السريع اللي بيحصل من ضغط المية. زود على كده كمان اي كلية بتتدمر من المية المالحة الا كلية الجمل، بتشرب مية مالحة ولا بيحصل لها اي حاجة. سبحان الله. رقم 5. جسمه تكييف طبيعي. درجة حرارة الصحراء بتوصل ل 50 درجة في النهار و20 درجة بالليل. الجمل بقى يعمل ايه؟ يعلي درجة حرارة جسمه في النهار لحد 43 ويوطيها بالليل لحد 34، وده علشان ما يعرقش ويخسر المية اللي في جسمه. يعني بدل ما يعرق ويضيع مية يسيب جسمه يسخن شوية. هو ما بيحاربش الحر، هو عارف ازاي يتعايش معاه. سبحان الله. رقم 4. ماكينة أكل طاحنة. الجمل يقدر ياكل صبار بشوكه، والشوكة الواحدة دي ممكن تخرم كاوتش عربية، بس هو ولا فارق معاه. وده لأن بق الجمل من جوه متبطن بزوايد جلدية قوية جدا وناشفة زي ملمس الخشب بالظبط، بتخليه يهرس الشوك من غير ما ينجرح. سبحان الله. رقم 3. الناس فاكرة إن السنم فيه مية، بس الحقيقة إنه مخزن دهون مركزة بتوصل ل 36 كيلو. الجمل لما بيجوع وما بيلاقيش أكل بيبدأ يحرق الدهون دي ويحولها لطاقة ومية. يعني السنم ده هو خزان الطوارئ اللي بيخليه يمشي مئات الكيلومترات من غير تفويلة أكل واحدة. سبحان الله. رقم 2. رجل الجمل. رجل الجمل دي حكاية تاني خالص. أولا رجله طويلة جدا، وده علشان يبعد جسمه عن حرارة الرمل المولعة اللي تحت. ثانيا الخف بتاعه عبارة عن وسادة جلدية عريضة ومرنة، لما بيدوس بيها على الرمل بتفرش وما بتغرس. وأخيرا رقم 1. الهضارة. الجمل بينفخ الجزء ده بالهواء لحد ما يخرج بره بقه بالمنظر ده، وده ما بيحصلش غير في موسم التزاوج. وعلشان كده ربنا ما قالش أفلا ينظرون إلى الحيوانات كيف خلقت، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قول لي بقى اسم السورة ورقم الآية اللي أنا قلتها، يلا ننشط الذاكرة وناخد شوية حسنات، وفي النهاية صلوا على الحبيب.